كنت في الشغل وحسيت ان انا جعانه قوي، وكمان العروسه اللي معايا كانت حاسه انها جعانه قوي، مش هينفع اخلص كده ومش هقدر اركز. بس انا كنت عامله حسابي. اول حاجه كنت مجهزه من اول اليوم الحاجات اللي هستخدمها في وصفه النهارده اللي هنعملها مع بعض. وصفه سهله جدا تقدروا تعملوها بعد يوم شغل طويل، او لو انتم مستعجلين وعايزين حاجه سريعه، او لو عندكم امتحانات او اي حاجه مخلياكم ما عندكوش وقت تعملوا اكل. فهنجهز مع بعض بصل ودقيق ولبن وزبده، وهنروح نجيب مع بعض دلوقتي المكرونه ونجيب الحاجات اللي ناقصانا. وكمان عايزين شرايح او مكعبات فراخ، قطعوها بالطريقه اللي انتوا بتحبوها. ودلوقتي بنشتري مع بعض المكرونه، ويلا بينا بقى نروح نشوف الوصفة بتتعمل ازاي. طعمها حلو قوي وسهلة وسريعة جدا، تقدروا تعملوها في الشغل، تقدروا تعملوها بعد الشغل. انا هعملها في الشغل. خدت بريك ودخلت في البريك بتاعي اعمل الاكل، لان زي ما احنا عارفين وكلنا نفس الوضع، لما بنبقى جعانين ما بنعرفش نركز خالص. وانا عشان ببقى عايزه اطلع عرايسي، وببقى عايزه ابقى مركزه في الشغل كويس قوي وفي كامل طاقتي، ومخي شغال كويس علشان اقدر اركز واطلع العروسه زي القمر. فلازم اخد بريك، وفي وسط البريك عملت الوصفه بتاعتي زي ما انتم شايفين. حطيت الزبده، وبعد كده حطيت البصل، وبعد البصل حطيت دقيق وشويه لبن، وبدات اقلب واحده واحده زي ما انتم شايفين علشان الدقيق واللبن ما يكلكعوش معايا. وبنقلب واحده واحده ونحط اللبن بالتدريج. وفي الاخر حطيت ملح وفلفل اسمر، تقدروا تحطوا البهارات اللي انتوا عايزينها وبتحبوها. وطبعا في الوقت ده علشان اكسب وقت، وزي ما احنا متعودين وبنتعلم مع بعض ان احنا بنحاول نستثمر وقتنا بافضل طريقة، فعلى العين التانية كنت بسلق المكرونة. وبعد كده حطيت بقى الفراخ بتاعتنا وحطيتها شوية في الصوص اللي احنا عاملينه علشان تستوي، لان لازم تاخد وقتها. طبعا انا كنت مشوحه الفراخ، وبعد كده حطيت المكرونه على كل ده وسبتهم مع بعض شويه. وقبل السوا بحاجات بسيطه حطيت شرايح جبنه رومي من فوق علشان تبقى لذيذه. تعالوا بقى نشوف رايها. حلوه؟ ايه رايك؟ تحفة. كم من 10؟ 9/10. طب والواحد راح فين؟ مش عارفة. وكده بقى ارجع شغلي وانا مصحصحه ومركزه، لان طبعا كلنا ما نقدرش ننكر ان احنا لما بنبقى جعانين ما بنبقاش قادرين نكمل يومنا ولا شغلنا، فلازم نهتم باكلنا كويس قوي. وطبعا لو الوصفه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان توصل لبقيه اصحابنا واصدقائنا يتعلموا يعملوا وصفه سهله وسريعه. ما تنسوش تتابعوني.